يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى هعمل معاكم صينيه بطاطس باللحمه. قطعت البطاطس بتاعتي كده، قشرتها وقطعتها شرايح وحطيتها في ميه عشان ما تسودش. معايا بقى بصلايه كبيره، ومعايا 3 طماطمات وقرن فلفل كبير، غسلته وشلت الحته اللي بتبقى فوق دي. معايا الصينيه بتاعتي، بصوا انا بعملها ني في ني، مش بعمل صلصه ولا اي حاجه. جبت بقى الصينيه بتاعتي، هحط فيها شويه زيت صغيرين خالص، بحيث بقى ان هي تكون فيها ماده دهنيه وما تلزقش. كده كده انا هحط اللحمه وهحط شوربه، وهتنزل اللحمه هتنزل منها ماده دهنيه. عملت بقى ايه، جبت البصلايه، قشرتها وكده وغسلتها، شلت الحته اللي بتبقى فوق والحته اللي بتبقى تحت، عشان لما اجي اقطعها جوانح او جوليان تتفتح معايا كده، تتفصص زي ما انتوا شايفين. ابتدي بقى ان انا اقطع البصلايه بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، عشان ابتدي ان انا افصصها في الاخر تبقى حلقات متفصصه، متبقاش حلقات كامله في بعضها. قطعت بقى البصلايه بتاعتي، هبتدي ان انا برضو اقطع الفلفلايه شرايح رفيعه خالص عشان تستوي. اصلا عايزه اقول لكم لما بتستوي الطماطم والبصل والفلفل دول بيختفوا خالص وبيبقوا بايشين اصلا، يعني دايبين كده، ما بيبقوش موجودين. هبتدي برضو ان انا اقطع الطماطم بتاعتي جوليان. قطعت بقى الخضار بتاعي كله، هبتدي بقى احط التوابل بتاعتي. انا مش هكتر توابل ولا اي حاجه عشان انا هعملها بلحمه. لو انتي مش تعملي بلحمه او شوربه بتحطي مرقه، بس انا ما حطيتش مرقه عشان انا هحط شوربه. حطيت الاول ملح، وحطيت كمان فلفل اسود، وهحط كمان بهارات مشكله او توابل لحمه، حوالي نص معلقه صغيره خالص، مش هكتر توابل خالص. واحط كمان توم باودر على بصل باودر، وهحط كمان بابريكا مدخنه. بس كده. وبعد كده بقى احط رشة قرفة. عايزة اقول لكم ان القرفة دي بتدي طعم للاكل تحفة، بس طبعا ما بنكترش، احنا بنحط ايه، حتة صغيرة، حبة صغيرين خالص كده، رشة بتدي طعم للاكل فظيع. انا ما بحط في كل اكلي قرفة. بس كده. هبتدي بقى ان انا ايه، البس الجلافز بتاعي كده وامسكهم ادعكهم في بعض، بحيث ان انا ايه، اديهم فرصة ان هما يتعرفوا على بعض وياخدوا من طعم بعض. وبعد كده هجيب البطاطس بتاعتي من المية، انزل بيها زي ما انتوا شايفين كده، واديها بقى تقليبة كده جامدة مع الخضار، بحيث ان الطماطم والبصل والبطاطس والتوابل كله ياخد من طعم بعضه ويتعرفوا على بعض زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هبتدي ان انا مسوية اللحمة بتاعتي، يعني 95%، مش هنقول سوا كامل. حطيتها بقى في الفرن معاها اللحمة دابت دوب. هبتدي بقى ان انا ارص اللحمة بتاعتي كده على وش البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. هرص بقى الكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى هبتدي انزل عليها بقى بالشوربة. ارص اللحمة بتاعتي الاول. ممكن بقى تعملي ايه، تاخدي من الصوص اللي نازل من البطاطس وتدهني بيه اللحمة، او تدهنيها بصلصة. انا ما دهنتهاش باي حاجة، انا دخلتها الفرن زي ما هي كده. هنا انا خلاص حطيت اللحمه بتاعتي كلها. هبتدي بقى ان انا احط لها ايه، شوربه. لو ما عندكيش شوربه او مش هتعملي لحمه، حط لها كوبايه ميه سخنه بمرقه دجاج او مرقه لحمه. هبتدي بقى ان انا احط لها الشوربه بتاعتها، وهديها غلوه كده بسيطه على البوتاجاز، عشان بس ايه، انا كنت مستعجله. لكن انا في الطبيعي ما بحطهاش على البوتاجاز، انا بدخلها الفرن على طول. انا كنت مستعجله فحطيتها بس ايه، تاخد غلوه على البوتاجاز، وبعد كده دخلتها الفرن. عايزه اقول لكم طلعت متحمره ودايبه وطعمها تحفه. البطاطس كان طعمها احلى من اللحمه لانها خدت اصلا طعم اللحم. بصوا، حطيتها على البوتاجاز تغلي كده غلوتين عشان ايه، تستوي بسرعه، لان انا كنت مستعجله. وعملت جنبها بقى رز بشعريه، وكانت بجد قمر. بجد كانت اكله رهيبه. بصوا اتحمرت ازاي، ولا دهنتها اي حاجه ولا حطيت عليها اي حاجه. هبتدي بقى ان انا اطلع معاكم كده قطعه ونشوف السوى الجامد بتاعها. بصوا، مش عارفه انا ما كنتش بعمل بالماسكه ليه، انا مش فاهمه يعني كان الغرض من ده ايه. طلع بقى كده كام بطاطسايه. عايزه اقول لكم الصوص اللي فيها ده عشان هي كانت لسه نازله من الفرن، كانت لسه طالعه من الفرن. لما قعدت وهدت شويه الصوص ده كله اختفى اصلا، شربته. بصوا بصوا البطاطس دايبه ازاي، مستويه على الاخر ودايبه، وطعمها بجد تحفه. كانت فجره. بصوا اللحمه بتتقسم بسرعه ازاي ودايبه دوب. بصوا كانت تحفه.
عايزه اقولك بقى لو وصلتي لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك، حطي لايك وكومنت كده قمر زيك، واستنيني ان شاء الله في الفيديو الجاي، فيديو كله اختراعات ان شاء الله، هفاجئكم. بصوا بقى الجمال والحلاوه، يا سلام. والصوص ده ايه، عظمه.